السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وبناتي المحترمين اللي يشتغلوا على الراس. ربنا يبارك لكم، ربنا يزيدكم من نعم الله، يا رب يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الأرض ويستركم دنيا وآخرة. فعلا انتوا السند ليا بعد رب العالمين. الله يستركم دنيا وآخرة. أنا بعلي صوتها عشان يبقى صوتي بقى باين يا حبايب قلبي. طبعا أنا بسجل فيديوهات، بسجل على الصورة اللي عندي دي. حبايب قلبي، دعواتكم لشعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى، ودعواتكم يرحم شهد بنت الإمارات وأم بسام وأبو بسام، بنت وجوز بنت وجوز بنت وجميع موتى المسلمين، وجوز أخت سهام يا جماعة، جوز أخت سهام اللي هي بتيجي مع عريري ومع نورة بنت السعودية، وابو رام وجميع موتى المسلمين، واشفى كل مريض وارحم كل موتى. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب ما تحرم منكم، ربنا يبارك لكم، يجعله في ميزان حسناتكم، وما تحرمش من اي حد بيخش لي وبيدعمني وبيقف معايا ومع الاولاد. الله يجعله في ميزان حسناتكم يا حبايب قلبي، الله يبارك لكم. طبعا يا حبايب قلبي، انا بقالي قد ايه شايفه اللي هو الولد ده اللي هو من الكويت، هو ما يمسش للكويت خالص. الكويت اهلها يشتغلوا على الراس، الكويت اهلها محترمين، الكويت قيمه وقامه يا عبد الله. طبعا يا جماعه الولد ده حشر نفسه في وسط المصريين. انا مش عارفه هو انت ليه حشر نفسك في وسط المصريين؟ ليه كل ما تقف مع حد تطلع تعايره؟ يعني انا عايز اعرف يا جماعه الخير، انتوا ما بتتقرصوش من الولد دي ليه؟ انتوا ما بتتقرصوش من الولد دي ليه؟ يعني ده قال على نفسه ده مات، وطلعنا بقى زعلانين عليه وحزانه ونقول يا ولد ده شاب صغير يعني يا ابني، انت لسه فرعان شبابه يا ولد يا عبد الله، وبقى نعيط عليه وحزنه وهو عامل ترند اخر وهو ما ماتش. يعني انتوا لما بتتعظوش يا جماعه من الولد ده ان هو كذا مره وقف مع اي حد وطلع عاير واتكلم عليه وعمل عليه رياكت؟ يا جماعه يا جماعه احذروا منه، احذروا منه. المهم يا حبايب قلبي، ماسك في مين دلوقتي بقى؟ ماسك في مستر عاطف الذهب. ومستر عاطف ده محترم والله يا جماعه، محترم. الراجل ده انا بعرفه من بقالي، يعني من ساعه ما طلعت على اليوتيوب، بقالي 5 سنين ولا 6 سنين. انا عارفه ان الراجل ده محترم وبيقف مع اي حد في القنوات، بيقف مع اي حد في القنوات وبينصح وبيقدم النصيحه. واقف مع اللي هو قناه احمد وامل ده، واقف معاهم مش سايبهم. المهم يا حبايبي، هو راح لمين؟ لام روضه. انتوا عارفين يا جماعه ام روضه اخت ام جنى. الست دي يا جماعه عندها اولاد وبتربيها برضه، باين عليها مطلقه وقاعده. فرحت. تعالي يا ام روضه. غلطة عمر يا جماعة ان البني ادم اللي بيروح يقعد معاه ويقعد معاه على منصة ويصور، لا يا جماعة الخير. هي جاب لها بقى ذهب وجاب لها وهداها، وبقى يجيب لها ويديها في فلوس ويديها، خلاص بقى عطيتها وخلاص. يا ابني ما تقعدش كل شويه تطلع وتتريق عليها وتقول دي تخينه، دي مش عارفه، يعني انت بتقول عليها كلام وحش. والله يا جماعه انا ما بحب اسمعه عشان بتضايق، انا بتضايق وبزعل. بزعل يا جماعه لما هو بيشتم في واحده زي دي كل يوم والتاني طلع عمل عليها رئاكتات اللي بيقولوا عليها دي. معلش يا جماعه انا بتكلم على قد. المهم يا حبايب قلبي، هو حب يروح بقى لام جنى ودعم ام جنى باين هي مره، ودخل عشان هو بيخش يا جماعه بين العائلات اللي متخانقين ويا بعض. يعني هو بص مش عارفه انت لما بتدعمش اياه، يعني روح مستشفى، روح معهد الاورام، روح غسيل الكلى، روح كلف عرايس، روح طلع غريمين من السجون. هو ده اللي انت تعمله. انت لا بتخش بين العائلات. يعني دخل برضه عند ام طارق وعند، عشان زاهيه وحلميه متخانقين ويا بعض، راح برضه عند ام طارق وعند حلميه. انا على فكره عند حلميه انا نبهتها برضه، قلت لها خلي بالك، خلي بالك يا حلميه هتقفي في فخ معاه. الولد ده ما عليهش امان يا حبيبه قلبي. احنا بنقدم النصيحه، والله قبلتها قبلتها، ما قبلتهاش ما قبلتهاش. الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه يا جماعه. انا بقدم النصيحه، انا مش قناه نقد يا جماعه، انا مش قناه نقد، انا بقول رايي في اللي بشوفه. طبعا في اي عالة بشوفها. طبعا يا جماعه الخير، هو دلوقتي متحول على مين؟ متحول على ام طارق وبيدعمها وبيخش عندها. لا يا لا، انا ما احبش يا جماعه يكون حد من اهل بلدي بيسب وبيشتم واقبله. لا انا ما اقبلوش ابدا. اقبله ليه؟ عشان ايه؟
عشان ايه؟ طبعا يا جماعة الخير، اللي عنده، الناس اللي عنده يا جماعة، هقول ايه؟ هقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في شعب مصر اللي هم محتاجين يا جماعة، محتاجين. خلاص خلاص، خلي عندكم عفة، خلي عندكم عزة، خلي عندكم كرامة. يا اللي قاعدين عنده بيشتم في واحدة ست وبيشتم في المصريين، انت قال لي حشرك في وسطينا، انت قال لي زنقك في وسطينا. يا عم ما ترجع هناك لبلدك، ده القوات محترمين والله يا جماعة، أهل القوات ده المحترمين ويشتغلوا على الراس، وكلهم أهل الخير كده، وزي عملية السعودية وقطر. يعني البلاد دي كلها محترمة يا جماعة، ناسها محترمين. أنا مش عارفة الولد ده طالع عامل كده ليه، يعني أنا مش عارفة اللي أنت عامله كده ليه. بس أنا برضو سمعت يا جماعة الخير برضو إن أم راوضة ساعة ما هو قناته اتقفلت كانت طالعة فرحانة، طالعة فرحانة. انا ما اعرف قنواته رجعت ولا ما رجعتش، انا الاول بشوفه كده ما بحبش اسمع وما بحبش الغيبه ولا النميمه ولا الموال ده خالص، انا بتضايق يا جماعه، بتضايق. طبعا يا جماعه الخير، العب مش فيه، ما هو العب في اللي بيطبلوا له من تحت وبيسقفوا له وزغرطوا له. عشان ايه يا جماعه بقى؟ عشان 500 جنيه، عشان 1000؟ يعني ايه زرطه؟ بعد احترام اللي بيسمعوني، ال 500 جنيه ده ولا البتاع تجيب ايه؟ ما تجيبش وركين ولا كيلو بطاطس ولا كيلو طماطم. بس الناس تعبانه يا جماعه، الناس تعبانه، فعشان كده بيطبلوا له. بس انتوا تطبلوا له على سمعه واحده من بلدكم ومصريه زيكم، زيها زيكم، هو عمال يشتمها ويغلط فيها ويعمل عليها رقاكته ويربط راسه ويلبس خماره ويعمل ده كله. ولما دخل لام جنى، ام جنى راحت قالت له لا انا واخواتي احنا حرين. جدع يا ام جنى والله، مية مية يا عسل يا ام جنى انت ولا زلعنك. المهم يا جماعه الخير، نازل شتيمه في مصر عاطف الزبن، انا مش عارفه هو عمل لك ايه. وام روضه نازل فيها شتيمه وعمال يعمل عليها رياكتات ويعمل عليها، يعني حرام والله العظيم، حرام عليك، اقسم بالله حرام عليك. اتقي الله اتقي الله اتقي الله. اعمل حسابك انت لسه شاب صغير، ودعيت على نفسك بالموت، دعيت على نفسك بالموت. بس اللي قالوا على مات هو مات، وعمرك ما هتجر الفلوس اللي عندك. انا مش عارفه انت بتذل في الناس لا، انت لا بتذل في الناس لا يعني. يا ابني ابعد عننا خالص، ابعد عن مصر خالص، ابعد عن المصريين. ده انت لما جيت مصر، مصر كان فاتحه لك دراعاتها، وانت بقت تقول مصر ام الدنيا. ايه الحلاوه اللي في مصر دي؟ ايه الناس الحلوه اللي في مصر دي؟ لا بتهين المصريين، لا بتهين واحده مصريه، لا حول لا ولا قوه. حرام عليك اتقي الله. خلاص اللي عطيته احتسب عند الله يا جماعه الخير. ما بيخشش في اي حد الا لما هو بيبوظ الدنيا. يعني هو مش بيخش عند حد ويديله الا لما يرجع يعايره، بيرجع يعايرهم تاني. هاتوا الفلوس اللي عليكم. انا مش عارفه والله العظيم انتوا ليه، يعني انتوا ليه لازقين عند الجدع ده؟ عيب عيب يا مصريين، عيب. ده انتوا لو كلتوها بشويه ملح ولا بشويه دقه ولا بحته جبنه ولا لقمه حاف، في كرامه وفي عزه، عندكم كرامه. ده بيقول لك احسبوهم، يبقى ما عندهمش حاجه، بيقول لك احسبوهم اغنياء من التعفف. يعني عندهم عزه وعندهم عفه نفس. حرام عليكم اتقوا الله. لما انتوا تبقى قاعدين وبيشتم في واحده اخت ليكم في الدين وفي الاسلام ومصريه زيها زيكم ومستر عاطف برضه المحترم، وانتوا قاعدين تسقفوا له من تحت على ايه؟ ليه؟ قولوا له كده اتقي الله، قولوا له حرام عليك. ده الست دي، ده ست زينا زيها. لما تبقى قاعد عمال تشتم فيها وتغلط فيها وتعمل عليها ركتات وتقول لها يعني كلام، انا ما اقدرش اقول الكلام اللي بيقوله يا جماعه. فربنا موجود ان شاء الله، ربنا يديلك حقك يا ام روضه. ودي تأديبا لك ان انت تتخلطي في واحد زي دي. مش اي حد تقبلي منه، مش اي حد يا جماعه نقبل منه ولا ندخله في قناتنا ولا ناخد منه ولا نطلع معاه منصات يا جماعه. اكبر غلط ان انت يا ام روضه طلعتي معاه واتخلطتي في البني ادم ده. فربنا ان شاء الله هيديلك حقك. وعيب عيب يا ابن الكويت، عيب. ده الكويت دي قيمه وقامه، الكويت محترمه، انت تمسش للكويت خالص. حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، ما تنساش اللايك لام ايمن.